السلام عليكم حباباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وجمعة مباركة. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة بالباذنجان. وصفة بسيطة واقتصادية بصح النتيجة نتاعها روعة. كاين بزاف ناس ما يعطيوهاش قيمة للباذنجان، بصح كي تعرفي كيفاش تحضريه يولي من ألذ الأطباق. وانا نوجد في هذه الوصفة جاء في بالي موضوع مهم. علاش بعض الناس يظنوا باللي الحاجة المليحة لازم تكون غالية؟ علاش دايما نربطوا الجودة بالسعر؟ مرات بأبسط المكونات تعطينا أحسن النتائج. شوفوا أمهاتنا وجداتنا زمان ما كانش عندهم هذه الكمية من المكونات اللي عندنا اليوم، وما كانش عندهم هذه الأنواع الكثيرة من الأجهزة، بصح كانوا يطيبوا أكلات مازال حتى اليوم نتفكر بالنتها. السر ما كانش في الإمكانيات، السر كان في الصبر والمحبة والنية الطيبة. وحتى في الحياة مش غير في الطبخ، الإنسان ما يحتاج يكون عنده كل شيء باه يكون سعيد. كاين ناس عندهم الكثير وما زالت تشكي، كاين ناس بسيطة عايشة مرتاحة وتحمد ربي على كل نعمة. وانا نقول القناعة كنز حقيقي. كي ترضى بما عطاك ربي وتخدم على روحك وتدعي ربي يفتح عليك تعيش مرتاح. اما اذا بقيت تقارن في روحك بالناس عمرك ما تحس بالراحة. شحال من واحد كان يتمنى حاجة وكي وصل ليها ما فرحتوش إلا أيام قليلة وراح يقلب على حاجة أخرى. لهذا السعادة ماشي في الشيء اللي نملكوه، السعادة في طريقة تفكيرنا، في نظرتنا للحياة. كي نشوف هذا الباذنجان نتفكر باللي حتى هو كان يعتبروه بعض الناس مجرد خضرة عادية، بصح اليوم راهو أساس وصفة بنينة. وهكذا حتى الإنسان ما تحكمش على روحك ولا على غيرك من المظهر، القيمة الحقيقية تكون في الداخل. ونزيد نقول لكم حاجة، النجاح ما يجيش مرة واحدة كما هذه الوصفة، خطوة بخطوة حتى تكمل. كذلك الأحلام والأهداف، اللي يصبر ويواظب يوصل بإذن الله. قولوا لي نتوما في التعليقات شكون يحب الباذنجان وشكون أول مرة يشوف هذه الوصفة تاع الباذنجان بطريقة الحوت المركب. أنا شخصيا نفرح كي نقرأ تعليقاتكم ونشوف آرائكم، لأن هذه القناة ماشي غير وصفات، هي لمة جميلة تجمعنا فيها ونهضروا من القلب للقلب. وهنا نقول لكم ربي يحفظكم كامل، وربي يديم النعمة في دياركم، ويرزقكم الصحة وراحة البال والبركة في الرزق نتاعكم وفي ولادكم. وشكرا لكل واحد يشاهدني ويدعمني بكلمة طيبة، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. سلام.